كشفت الصحيفة الجزائرية CNB نيوز وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في بيته غرب الجزائر العاصمة. وأضافت الجريدة وفقا لمصادر موثوقة لها أن الفريق الطبي المتكون من أطباء متخصصين بينهم سويسريين وفرنسيين أوضحوا أن عبد العزيز بوتفليقة في مرحلة غيبوبة لا رجع فيها، وأن دماغه لا يعمل، وأنه لم يعد قادرا على التنفس الطبيعي. وبمصطلح طبي أكثر دقة، إن الرئيس قد مات سريريا لكن يتنفس اصطناعيا. ووفقا لنفس المصادر، فإن الفريق الطبي قد أقنع أخي الرئيس الجزائري السعيد بوتفليقة على عدم إجلاء شقيقه إلى سويسرا، لأنه لم يعد يجدي إجلاء الرئيس إلى سويسرا لأنه لا يمكن إعادته إلى الحياة. وتجدر الإشارة إلى أن السعيد بوتفليقة الذي يعاني من السرطان لن يستطيع أن يفعل أي شيء لجعل الجزائريين يعتقدون أن الرئيس الجزائري لا يزال يتمتع بصحة جيدة. وبات جوليان الآن أنه في الاستطاعة القول إن الرئيس بوتفليقة أصبح في خبر كان، ويمكن أيضا الإشارة إليه برئيس الجمهورية الجزائري السابق، حيث أنه لم يعد قادرا على التنفس الطبيعي ومجبرا على التنفس الاصطناعي استنادا لذات المصادر. هذا ويصر النظام الجزائري التأكيد على أن بوتفليقة ما زال على قيد الحياة وفي صحة جيدة دون أن تلتقط منه صورة حديثة أو يخرج في تصريح للصحافة. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، أكد الوزير الأول عبد الملك سلال اليوم الخميس بتونس أن صحة الرئيس بوتفليقة على أحسن ما يرام في رده عن سؤال صحفي عقب اختتام أشغال الدورة 21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، التي اختتمت أشغالها بالتوقيع على 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات. رئيس الجمهورية في وضع صحي حرج، وهو يتنفس اصطناعيا حسب المعلومات اللي عندي، والأعمار بيد الله، ما نعرف الموت اللي عندنا ولا عنده، لكن عندما وصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة يعني خطيرة جدا، التنفس الاصطناعي، الوضع يعني لا يعني ما يبشرش بخير، لأنه حسب تجارب صارت مع يعني مسؤولين سامين في الدولة. نعطي مثلا اللواء العربي بالخير وصل لدرجة وين لما جابوا له الأكسجين من عين نعجة كانت أيامه الأخيرة. نفس الشيء بالنسبة للواء أو الفريق عباس غزيل، قائد الدرك، نفس الشيء لما وصل لدرجة وين جابوا له الأكسجين من عين نعجة كانت أيامه الأخيرة. بالإضافة إلى كثير من المسؤولين السامين في الدولة بالسايح، يعني كثير اللي يستعملوا الأكسجين، يعني التنفس الاصطناعي، بعد التنفس ما كانش كاينة نتيجة. نتمناو له على الأقل، أنا دائما نقول بلي بوتفليقة في وضع حرج جدا، نتمناو ربي يخفف عليه، لأنه يعني الألم في هذه المرحلة وفي هذا السن يعني هو أسوأ من الموت. أسوأ من الموت، يعني الموت موت، لكن الألم، حتى لا أقول عذاب، الألم هذاك يعني هو الشيء اللي أنا كإنسان، يعني كمواطن جزائري كمسلم، لا أتمناها لألد أعدائي، فما بالك برجل يعني مجاهد قدم للجزائر ما قدم، وله ما له وعليه ما عليه. في الأول والأخير يبقى رئيس الجمهورية، نتمناو له كما يقول لك الشفاء، أو يعني السطرة، نتمناو له السطرة في أقرب الأجال، يعني أو الشفاء ويرجع بصحته. لكن الوضع حرج جدا، وضع الرئيس حرج جدا، وممكن خلال ساعات، ممكن خلال أيام نسمع أخبار للأسف الشديد ستكون أخبار غير سارة بخصوص وضع الرئيس. النقطة الثانية اللي هي أهم، يعني بالنسبة لي أنا على الأقل أهم حتى من صحة الرئيس، وهي موضوع التجسس. هناك شبكات تجسس يعني
متشعبة في صحرائنا في الجزائر. الكلام هذا أنا تكلمت عليه أكثر من مرة منذ أكثر من على الأقل 6 شهور ولا أكثر. منذ أكثر من 6 شهور وأنا نتكلم على الموضوع نتاع اختراق يعني منظومتنا الأمنية الاستخباراتية، يعني ووجود عملاء وجواسيس داخل الوطن. الآن نشرح لكم كيف. أنا من قبل كنت نقول لكم أنه جهاز مخابرات خاصة مصلحة مكافحة التجسس في الجزائر كانت تعتمد بشكل أساسي على العملاء المدنيين اللي هم مواطنين عاديين. هاد المواطنين موجودين حتى في الصحراء اللي هما الرحل، الرعاة، الرحل، العمال في شركات يعني بترولية، في شركات خاصة، مواطنين بسطاء، يعني سكان الساحل والصحراء خاصة، يعني ابتداء من الغواط أو من غرداية وحتى للجنوب بما فيه الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. كان جهاز المخابرات يعتمد اعتماد كبير على العملاء المدنيين اللي هم مواطنين عاديين. بعد حل كثير من المصالح خاصة مصلحة النقاط الحساسة قبل طبعا إعادة الاعتبار لها بشكل رمزي أو بشكل أساسي في الأماكن الحساسة، الوزارات وكذا وكذا، لحد الآن مازال ما هيش متوغلة مثل ما كانت، لكن حلها وتهميشها لمدة 2 جعل هؤلاء العملاء في بطالة. وهذا العملاء أصبحوا سلاح ذو حدين، يعني أصبحوا لمن يدفع أكثر. الآن هم أصبحوا، ولا أتهمهم لأنهم لم يتم التكفل بهم ولا حتى تكوينهم تكوين دقيق، أصبحوا الآن عملاء لجهات أجنبية، وسمحوا حتى لبعض الجهات حسب المعلومات والمعطيات المتوفرة من وجود جواسيس على شكل يا إما مهندسين وعمال في شركات بترولية وشركات الغاز في الجنوب، يا إما في ميدان السياحة، وكالات سياحية تأتي بوفود لمنطقة التاسيلي والأهاجار، وهؤلاء هم في معظمهم 80 أو 90% منهم ضباط مخابرات وعملاء من كلا الجنسين، من الذكور والإناث. العملاء هذو الآن لما تلاحظوا يعني وسائل الإعلام الدولية بما فيها حتى الروسية، وآخر تصريح هو لوزير الخارجية الروسي يحذر الجزائر من وجود مؤامرة ووجود مخطط يستهدف الجزائر. هذا المخطط هذايا اكتشفته المخابرات الروسية من خلال عملائها المتواجدين في الجزائر، يعني حتى العملاء الروسيين موجودين. يعني الآن الجزائر أصبح. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.